صباح الخير يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. يلا بينا بقى نخش على المطبخ كده ونشوف هنعمل ايه. عندنا النهارده بانيه. نحط بصلايه، خلط لين بصلايه، ونخلط نحط تاني ايه ليمون وملح وفلفل. يلا نخش بقى ونشوف هنعمل ايه. يلا داخلين كده اهو. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي حبايبي، الصلاة والسلام. عصرت كده ليمونتين في السريع، ليمونتين في السريع. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشني قوي 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 قوي. ما تبخلوش على اختكم باللايك والاشتراك عشان نكبر ونبقى مع بعض. حطيت ليمون، خل، مفيش الا فلفل وملح. بنعمل فلفل وملح بس. اضربي في الخلاط كده، بضرب في الخلاط بس. لو وقف معاك الخلاط اضربي ووقفي، اضربي ووقفي، والدنيا هتمشي حلوة تمام. ايوه، البانيه انا غسلاه ونقعاه في الخل وميه وملح، هندلق عليه الخلطه دي. عامه انا البانيه لما لما اول بيجي بشطفه حلو كده وبنقعه في خل وملح وميه، وبعد كده بتبله وبحطه في الفريزر. بيقعد في الفريزر وقت ما انت عاوزاه بتطلعيه. احلى بانيه تاكليه كده. انا تبلته ونقعته وخليته في التلاجة شويه، وبعد كده طلعته. هنعمل له ايه؟ نعمل عليه بيضايه. عندك بقى البصومات، نقلب يا حبايبي كده حلو البصومات. وبعد كده ايه؟ انا بقول ايه؟ انا يا جماعه بقول ايه يا حبايبي؟ بقول ايه؟ قصدي نحط بقى البيض على البانيه، نقلب. شفت المفهوميه يا جدعان؟ كده بقى نحطه في الفيجيتار. لازم تلبسيه كويس كويس وتدوسي كده عشان ايه؟ يمسك في بعضه، عشان البصومات دي ما تنزلش في الزيت. عشان حبايبي ما تنزلش في الزيت. هنتبله، ولازم تحطيه اقل حاجة في التلاجة ساعة عشان يمسك في بعضيه. عشان لو عملتي اول باول على طول اللي ده هينزل بقى في الزيت. يلا ندخل بقى على المكرونة حبايبي. حطينا بقى المية تغلي، حطينا زيت. نسيت تركاية هنا بقى، نسيت الملح. لا انا حطيت ملح. وانا بقول ايه يا جدعان؟ اعذروني. بس برضو عشان لما دقت المكرونة كان ملحها قليل، زودت ملح تاني على فكرة من ورا الكاميرا. عندي كيسين مكرونة. انا ما بحبهاش طويل، انا بقى بقسمها نصين. بمسك الكيس كده بقسمه نصين. لازم يا حبايبي نشجع بعض. الواحد يقوم بحاجة غالية. هنطلب اكل من بره ليه واحنا عندنا يدينا؟ ما نقوم نشتغل بايدينا يا حبايبي، نعمل اي لقمة لولادنا البيت، اي حاجة. اهم حاجة ما تطلبيش من بره. اهم حاجة كل حاجة بتتعمل في البيت. ندخل على الصلصة بقى حبايبي. كانت الصلصة عندي دي في التلاجة، طلعتها. حط عليها برضو فلفل وملح يا جدعان. حط الفلفل والملح يا جدعان. شوية زيت. كده البانيه خلصته، حطيته في التلاجة. لازم يقعد في التلاجة شوية، على الاقل ساعة كده، نص ساعة. مكرونة تتسلق. يلا حبايبي، المكرونة اتسلقت وخلصت. هنصفيها بقى وننزل النشا. لازم ننزل النشا بتاعها وننزل عليها المية ساقعة عشان ايه؟ ما تمسكش في بعضها. لازم
الصلصة دخلت في السوا استوت، ركنتها على جنب. جبنا الطاسة دي، حمر بقى البانيه كده. بص اللون ذهبي ذهبي يا جدعان، ذهبي يا حبايبي. ما تنسوش اختكم في اللايك والاشتراك، ويا ريت تكتبي لي كومنتك حلو كده منك وتقولي انت بتتابعيني من ايه، من انهي بلد، واتشرف بكم يا حبايبي. تدخلوا عندي في قناتي وتشجعوني. شكرا يا حبايبي، اتفضلوا معانا بقى. السلام عليكم يا حبايبي. كده الفيديو خلص.